السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة الجديد. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، ترك تعليق محفز لنا أسفل هذا الفيديو فضلا وليس أمرا. أهلا وسهلا بكم من جديد. موضوع اليوم وحلقة اليوم أو عنوان هذه الحلقة: كيفاش تتسلف من موبيليس. كيفية تستعير مبلغ مالي من موبيليس. أول الشروط هي لازم تكون عندك شريحة موبيليس من نوع سما، أوكي، ما تكونش بيكس ولا شيء آخر، لازم تكون موبيليس سما. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لازم تكون ماشي متسلف من قبل، كي شغل ما يسالوكش ما عندكش الكريدي مع موبيليس، أوكي. هذا الشرط الثاني. كي تحققوا عندك هذا زوج شروط تقدر تتسلف. دوكا يقول لي واحد: وشحال نقدر نتسلف؟ مليون، زوج مليار؟ لا لا يا عزيزي المشاهد، دوكا تقدر تتسلف أقل مبلغ تقدر تتسلفه هو 20 دينار جزائري، وأكبر مبلغ تقدر تتسلفه هو 100 دينار جزائري. 20 دينار جزائري اللي هي 2000 فراك، وتقدر تتسلف 5000، وتقدر تتسلف 10000. طبعا يقول لي عزيزي المشاهد كيفاش نتسلفها يا عزيزي؟ دوكا نقول لك كيفاش تتسلفها يا صديقي. هيا بنا نتوجه للوحة المفاتيح. بعد التوجه إلى لوحة المفاتيح الخاصة بك مباشرة تقوم بكتابة نجمة 662 عفوا 662، ثم نجمة، ثم تقوم بكتابة رقم 3، ثم نجمة، ثم المبلغ الذي تريد أن تستلفه. أوكي، مثلا 2000 فراك تكتب 20 دينار جزائري، مثلا 50 دينار جزائري تكتب 50 دينار جزائري، مثلا 100 دينار جزائري تكتب 100 دينار جزائري، ثم تضغط على دياز ثم إرسال. هكذا توصلك رسالة بلي راك تسلفت، ويوصلك الرصيد اللي تسلفته، ومبروك عليك الرصيد. إذا كان عندكم سؤال استفسار اتركوه لنا أسفل هذا الفيديو في تعليق، والسلام عليكم.